انت عارف ان تمثال الحرية اللي موجود حاليا في نيويورك كان المفروض يكون في مصر زمان؟ ففي سنة 1869 بعد افتتاح قناة السويس قرر المهندس الفرنسي فريدريك بارتوليدي تصميم تمثال ضخم كان اسمه مصر تجلب النور إلى آسيا. والتصميم ده كان لامرأة مصرية فلاحة واقفة عند مدخل القناة وهي رافعة شعلة النور. والفكرة كانت ان التمثال يكون منارة بترمز لدور مصر في ربط الشرق بالغرب. لكن بسبب التكلفة العالية الحكومة المصرية رفضت المشروع، لكن بارتوليدي ما استسلمش وقام بتعديل التصميم وقدمه كهدية للولايات المتحدة. وفي سنة 1886 اتنصب التمثال في نيويورك تحت الاسم اللي احنا نعرفه النهاردة، وهو تمثال الحرية. يعني ببساطة واحد من أشهر رموز العالم كان ممكن يبقى واقف عند قناة السويس مش في أمريكا.